واحد بيحكي بيقول انا شاب عندي 28 سنه وخطيبتي 24 سنه. اول ما اتقدمت كان في نقطه خلاف وحيده مع ابوه، وهي اني كنت محدد فتره الخطوبه 3 سنين. اكيد عارف طبعا انها فتره كبيره، بس ده بيرجع لظروفي الماديه، لسه في اقساط شقه هدفعها، ولسه تشطيب الشقه، ولسه هفرش. والشهاده لله خطيبتي برغم انها جواز صالونات وما كانش فيه اي سابق معرفه بينا قبل كده، لكنها ضغطت على ابوها وامها علشان يوافقوا. دي نقطه انا لا يمكن انكرها في حقها، والحمد لله تمت الخطوبه على خير. وبعد الخطوبه ب3 شهور ربنا فتح لي باب رزق من خلال سفريه لدوله خليج. طبعا كنت طاير من الفرح ورسمت كل احلامي على السفريه دي، وقلت لها ان السفريه دي هتختصر معايا 2 على الاقل، يعني بعد سنه واحده بس هنكون متجوزين، يعني في اول اجازه ليا هنتم الجوازه على خير. وكلمت ابوها وامها وكانوا مرحبين جدا بالفكره، وكلنا كنا فرحانين. المشكله ان بعد ما سافرت ما كملتش اسبوعين في السفر، كل ما اكلم خطيبتي الاقيها معيط، ولما اسالها مالك تقول لي وحشتني ومش قادره اتخيل ان هفضل سنه كامله مش هشوف. بحاول اهون عليها طبعا وبقول لها انا متغرب علشان نقرب البعيد ونتجوز بسرعه، بدل ال3 سنين تبقى سنه واحده والكلام من ده. بعد كده اكلمها تاني امها ترد عليا وتقول لي دي في المستشفى معلقه محلول علشان ضغطها عالي جدا. طب لما اسالها ضغطك عالي ليه يا حبيبتي تقول لي من يوم ما سافرت مش مبطل عياط ومش باكل ولا بشرب. وبرضه بحاول احتويها واهون عليها. اجي بعد كده اكلمها الاقيها برضه بتعيط وتقول انا عايزاك ترجع وانا هشتغل وهساعدك ونتجوز خلال السنه برضه. طبعا الكلام ده خرافات، لان لو انا وهي ومعانا 5 كمان اشتغلنا مش هنجيب نص اللي هجيبه في السفريه اللي انا فيها دي. ما حسيتش بنفسي غير وانا في اسوأ نسخه مني. جالي حاله هستيريا وزعيق، وقلت لها انا بقيت اكره اكلمك، لان بدل ما بتهوني عليا بتضغطيني زياده. المفروض تكون انت سبورت ليا مش ضغط. انا مش متغرب في المالديف بعمل شوبينج، انا طالع عين اهلي علشان ربنا يتمم لنا على خير. انت لو فاكره اني ببقى مبسوط باللي بتعمليه في نفسك ده تبقى عايشه في الوهم. انا عايز اكلم خطيبتي اللي تهون عليا غربتي، مش انا اللي هون عليها. وطبعا انفجرت فيها بكلام كتير، وفي اخر الكلام قلت لها انا مش هقدر اكمل معاك، انت بتتصرفي كاني موت، اعتبريني فعلا ميت ونخرج بالمعروف احسن. من ساعتها اهلها بيحاولوا يكلموني، بس انا فعلا اتقفلت منها قوي. هل انا كده بتبطر على النعمه اللي ربنا اداها لي وبظلمها ومكبر الموضوع، ولا ليه حق في اللي انا عملته؟ يا ريت تفيدوني في التعليقات وبدون تجريح، علما بان حياتي الماديه مش احسن حاجه، ودي الفرصه الوحيده علشان اعدلها.